بتمنى ان يعني احنا خبره في الاخراج طبعا استاذ محمود يعني. ف يعني الناس اللي فشلت دي يعني انا هقول لك على حاجه، هعمل حاجات. انت قلت ميدو، احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو لعب في اكبر 7 انديه في اوروبا. اكبر 7 انديه. يقول في اوروبا ولا يعتبر في العالم يا ماشي محمود؟ ماشي. لعب في اولمبيك مارسيليا الفرنسي. مع مين بقى؟ مع ديديه دروجبا. ايوه بيقعدوا احتياطي. ايوه لسه ويدي. انا معادهم احتياطي. انا هكمل لك الاثنين قاعدين على الاحتياطي الفرنسي وهو اللي بيلعب اساسي. رقم 9 وعامل ضفيره كده. شفت انت بقى ديديه دروجبا وصل تشيلسي، خد معاه بطوله اوروبا لاول مره في تاريخه. دلوقتي هيروح ريال مدريد. ماشي جديد هيروح ريال مدريد. راح الصين ويرجع ريال مدريد. ايوه ماشي. حلو. وعمرو زكي جاي كان بيدور على نادي في مصر. شفت الفرق؟ مظبوط. شفت فرق الانضباط ولا تليفون؟ تليفون. ماشي يا ريس، معانا تليفون. ايوه كابتن عصام. نرجع لحديثنا تاني. الغاء الدوري، يعني انا مش عارف حضرتك بتقول ان حسن فريد رئيس نادي الترسانة ونائب رئيس الاتحاد الكوره، وهو راجل يملك قراره، يعني مسؤول برضه، مش كده برضه يا استاذ محمود؟ لا مش مسؤول. حسن انسان محترم ومنضبط وملتزم. القرار ليس قرار حسن فريد ولا قرار جمال علام. وزاره الدفاع ووزاره الداخليه طبعا بيعملوا ايه يا استاذ محمود؟ مين هم؟ وزاره الداخليه ووزاره الدفاع. وزاره الداخليه بتقول لك انا كفايه اللي عندي ما بامنش. طب وزاره الدفاع ما تروح تحصل كارثه يشيلها جمال علام وحسن فريد؟ لا طبعا مش هيشيلوه، مش احنا. وبعدين ولا الحكم يقدر يروح الا باذن الداخليه. طبعا. يعني ولا الاستاد يتفتح اي ملعب الا بموافقه الداخليه. ما قبل كده نادي الزمالك المباراه بتاع الزمالك طلب ان تقام في ملعب الدفاع الجوي اللي هو في طريق مدينه نصر. مظبوط. اعتذروا. قال برج العرب قوات مسلحه الاسكندريه عشان يبقى بعيد. قال حرس الحدود اعتذروا. فخلاص لم يكن امام في النهايه قال لك يلعبوا في السودان او في ليبيا. طب وده ينفع؟ او في المغرب استاذ محمود. فدي عار كبير طبعا، عار كبير قوي طبعا. ان فرقتين مصر اقوى فريقين في قاره افريقيا يروحوا يلعبوا مباراتهم في بطوله افريقيا في المغرب بلدنا والجزائر بلدنا والسودان بلدنا وليبيا بلدنا. ولكن عار عيب طبعا. فنادي الجونه كتر خيرهم وافقوا ان يتحملوا اقامة المباراة على مسؤوليتهم دون تدخل الامن او دون مسؤولية الامن. فدي طبعا فلغاية الغاء الدوري مش قرار جمال علام، قرار الامن. قال لك انا لن اؤمن المباريات وانا غير مسؤول عن وقوع اي شغب او اي كوارث في المباريات. واللي في عمل ده كله على فكرة الالتراس بتاع الاهلي والتراس الزمالك هو ده سبب كل المصايب. ولولا مجزرة بورسعيد اللي اتضح انها بعد كده متعمدة سياسيا. سياسيا مذبحة الاهلي في بورسعيد، الاهلي والمصري في بورسعيد تبين انها مذبحة مدبرة سياسيا. سياسيا ماشي. مش هظلم شعب بورسعيد ابدا. شعب بورسعيد من احسن الشعوب، من احسن الناس في دولتنا. طبعا هو مصريين زينا طبعا. فاخد بال حضرتك فالمسألة هنا بقت سياسية وقرار سيادي. حتى لما عرض الامر على وزير الداخلية قال له العالم دون احنا غير مسؤولين عن تحديد راحت الموضوع طلع هو قرار من وجوده صحيح. يعني الاهلي اول مجموعة والزمالك اول مجموعة واسماعيلي تاني مجموعة، يعني في 4 المربع الذهبي ده ممكن يتلعب مباراتين ويخلصوها. يعني او دوري الاتحاد الكوره والكابتن على فكره اقتراح الكابتن حسن فريد يا استاذ محمود بيقول نقسم الدوري 6 شهور الزمالك و6 شهور الاهلي. ده كلام اعترضوا. ما ينفعش. انت مش هتطلع الفكره جدا. طب الاتحاد الدولي ممكن يلغي نتائج مصر ويعتبر من دور البرازيل علشان عدم انتظام الدوري يا استاذ محمود. ما دي انت دلوقتي انت في كارثه قدام كارثه حقيقيه. الوضع السياسي فيه استثناء صحيح او وضع استثنائي، ويجوز اللي انا بريده يلعب دور البري ميكر في الموضوع ده ويخلص الموضوع. ما يقدرش يلغي نتائج مصر في تصفيات المونديال. ما يقدرش يلغي الا اذا كنت انت عندك صفه التعمد انك ما تكملش. لكن في حاجه اسمها فورس ماجير، عرض قهري. تمام. عرض قهري. ايوه. فدي
النهارده والعالم كله عارف ما يحدث من جماعه الاخوان المسلمين. الوضع السياسي برضه مأثر على بقى زلزال يحصل، ايوه، حريق كبير، ثورات زي ما حرب بتحصل، اهليه، اللوكل هي اللي بتلغى وهي اللي بتبقى بتلغى للاعذار والداخليه، عشان هو الاتحاد الكوره ابسط حاجه يبقى جوابات الداخليه الاتحاد الدولي، الشرطه الامن بيرفض الملعب، القوات المسلحه بترفض الملعب. هنا الفيفا لازم تدي تعظيم سلام للاتحاد المصري، معذور. فهو بقى هنا بقى لو في تبليغ الجونه وافقت على انها تلعب نكمل بقى يا استاذ محمود، معلش ما كانش ليه المباريات تتلعب في الجونه مثلا بدون الامن بدون القوات المسلحه، وكانت كملت الاربع ماتشات اللي فاضلين زي ما انت قلت. طيب استاذ محمود هنكمل موضوع الجونه اللي احنا مباريات القمه الافريقيه لا وهنكمل احنا هنطلع بس فاصل قصير وهنرجع نكمل مع حضرتك. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل.